النهارده داخلين على مغامرة صيفية ما حصلتش. ايس كريم مانجا ناعم وكريمي. صحيح الحرارة بره نار، لكن احنا هنقابلها بحاجة تبرد القلب وتفتح النفس. والبسكويت احنا كمان هنعمله بايدينا وفي الطاسة من غير مكنة، وهيطلع مقرمش من الاخر، وكله بطريقتي ومقاديري الحصرية، وأول مرة تشوفوها على كل المواقع. بس لو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير والاشتراك في قناتي باليوتيوب، قناة الشيف سيلا. أول حاجة أحضر الحليب المكثف في بولة. ضفت كوباية من الحليب البودر، ضفت عليه نص كوباية من المية الباردة، خفقت كويس بالمضرب اليدوي، ضفت عليهم 50 جرام زبدة دايبة، ضفتها للحليب وخفقت كويس. حطيته في التلاجة شوية، وده قوامه بعد ما برد. بص قوامه تقيل وناعم ازاي. مش بضيف سكر علشان اقدر اتحكم في طعم الايس كريم. في بولة جافة ضفت كوباية من كريمة الحلويات السايلة، خفقتها لحد ما بقت كريمي وتضاعف حجمها. جبت ثمرة مانجا وبدأت أحرر الجوانب وأعمل خطوط بالطول وبالعرض علشان تبقى سهلة في التقشير. بصوا اتقطعت بمنتهى السهولة. حطيت المانجا في الكبة بدون أي سوائل. خفقتها كويس. بصوا بيوريه المانجا تقيل وناعم من غير أي سوائل. أخدت منه كوباية ضفتها للكريمة، خفقت كويس. ضفت الحليب المكثف وخفقت. في المرحلة دي تقدروا تدوقوا الآيس كريم وتضيفوا سكر لو تحبوا. أنا عندي في البيت بيحبوا الآيس كريم سكر بيكون قليل، فأنا اكتفيت بالسكر اللي في المانجا. في كوباية حطيت 100 جرام من الشوكليت البيضة، دوبتهم في الميكرويف لمدة 20 ثانية. كمان ممكن تقدروا تدوبوهم في حمام مية سخنة. حضرت القالب، وزعت في كل بولة شوية من الشوكليت، جمدتها في التلاجة شوية، وفي كيس حلواني حطيت الآيس كريم. ضفته للقوالب، حطيتها بالفريزر شوية، وحضرت طاسة حطيت فيها 3 معالق كبار من البيوريه المانجا، وضفت معلقة كبيرة من النشا على معلقتين كبار من المية الباردة. ضفتهم لبيوريه المانجا وقلبت كويس. حطيتهم على النار لحد ما تقلوا. سبتهم يبردوا، وبعد ما بردوا حطيتهم في كيس حلواني. حطيت شوية جوه الآيس كريم، وبعدين ضفت عليه شوية من الآيس كريم، وسويت السطح بالاسباتيولا. شلت القالب بالفريزر لحد ما يجمد، وفي الوقت ده هعمل بسكويت الايس كريم. في بولة ضفت كوباية من الدقيق المنخول، عليه رشة ملح، ونص كوباية من سكر البودر المنخول. فصلت بياض بيضة عن الصفار، وضفت البياض للدقيق والسكر. ضفت عليهم معلقة كبيرة من الزبدة الدايبة وقلبت كويس، وضفت عليهم معلقة كبيرة من العسل النحل. قلبت عجينة البسكويت، هو ده قوامها. في طاسة باردة، وقبل ما أشغل النار مسحت الطاسة بفرشة فيها زيت بسيط، وأخدت جزء من العجين بالمعلقة حطيته في الطاسة ودهنته بزيت بسيط. حطيت ورقة زبدة وضغطت ببولة شفافة، بضغط بشويش جدا. رفعت البولة
ورفعت ورقة الزبدة. شغلت النار على درجة متوسطة، وبختمة الكحك ضغطت بشويش عشان اعمل العلامات اللي بتبقى على البسكويت. قلبت قطعة البسكويت، ضغطت بالختامة على الوش التاني. لفيت قطعة البسكويت بسرعة وهي لسه سخنة وقبل ما تبرد، وحطيتها جوه ورقة زبدة في كوباية. سبتها ثواني لحد ما بردت، وده شكلها بعد ما بردت. حطيت قطعة من البسكويت على ظهر كوباية وضغطت بالقالب بشويش، وده شكلها. قطعة تانية حطيتها ما بين قلبين وضغطت عليها، وده شكلها بعد ما خرجت من القالب وبردت. لفيت قطعة تانية من البسكويت حوالين قالب كان عندي، وده شكله بعد ما برد. بص البسكويت ما شاء الله مقرمش ولذيذ وبيتكسر ازاي. خرجت القالب من الفريزر وحررت القوالب، بتتحرر بمنتهى السهولة. في كيس حلواني حطيت شوية من الوايت شوكليت، عملت بيهم خطوط على الايس كريم. ضفت شوية من الفستق على الايس كريم، وممكن سوداني. ده الايس كريم اللي اتجمد، بصوا كريمي وناعم ازاي. وحطيتها على البسكويت. حشيت القطعة دي بالايس كريم، وبعدين حطيتها في الفستق. ضفت عليهم شوية فاكهة، وبقى عندي ألذ وأطعم آيس كريم. دي قوالب الآيس كريم. شكلها يجنن. قطعت قطعة منها. كلموني بقى على الألوان، بصوا الجمال والطعامة، شكلها عسول قوي وطعمها بقى يجنن. الوايت شوكليت مع الايس كريم طعمهم خيال. الفاكهة بقى مع الايس كريم والبسكويت ميكس روعة. بس لو مش متوفر عندكم القوالب بتاعت الايس كريم، تقدروا تستخدموا اي بولات صغيرة او حتى فناجين القهوة الصغيرين، تقدروا تستعملوها. تقدروا كمان تستخدموا اي فاكهة متوفرة عندكم. لو انتوا بقى من الناس اللي بيحبوا المانجا والمانجا بتجري في دمهم، يبقى انتوا في المكان الصح. دي مش وصفة ايس كريم، دي حكاية البهجة، يعني حلاوة الصيف في كوباية. وألف هنا على قلبكم.